السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الناتج من تركيب الألوان. تمام. احنا كنا اتكلمنا في حلقة قبل كده عن انا شغال اللي انا بطلع شقلباز ريتش ألمون. تمام. لما دخلنا عليهم الحمامية اللي هي الريتش، بدأوا معانا يطلعوا حمام ريتش وضن، ريتش وضن، ريتش وضن. المهم الحمام الريتش بقيت اديني الحمام مثلا اللي هو اهاليه اللي هم الشقلباز ما بقوش يطلعوا نفس اللون. فاحنا عملنا ايه عشان برضو الناس اللي ما شافتش الفيديو الاولاني؟ احنا جبنا ذكر يمني ريتش وانتهى شقلبازيه صفرا وجوزناهم لبعض، طلعوا حته ريتش وحته ضن، وبعد كده في العش اللي بعديه طلعوا حتتين ضن، وبعد كده في العش اللي بعديه حته سودا وحته ضن. تمام. في ولد من ولاد القص دول يعني خلاص بقى انا ايه خرجت من وبعد كده انا هنكمل. انا خلاص خرجت من الايه من اليمني وركنته على بعض على جنب هو ولدها الشقلباز اللي كانت معايا. خدت عيالهم اللي هم طالعين بشرابات وشقلبازيات وكلهم ايه كل مواصفات الشقلباز فيهم. بعد كده جوزتهم لبعض، جبت ذكر ريتش واديته للتاني ريتش، ما طلعوش حاجه. الحمام طلع بايظ، طلع اسود وحمام شكله مش حلو. بعد كده جبت ذكر ريتش اديته للتاني شقلبازيه اللي هي الام، ما طلعتش حاجه برضه، طلعت حمام ايه ضن وحمام شكله ملخبط كده. بعد كده جبت الذكر الريتش اللي هو الشقلباز ابنهم اديته لنتايه ضن من اخواته، راحوا مطلعين لي المنظر ده. بسم الله ما شاء الله اهو طالع فرد شقلباز اهو ريتش، ولسه هو زغلوله بس لسه اما يخلص كمان ريشه اهو. الشرابات اهو، الشراب اهو بس هو مقصوص، انا قصه كل ده قص، ده كان قد كده اهو يعني وصل لحد هنا كده بس انا قصه. تمام. وطلعت حمامه بمواصفات جامده جدا ومواصفات عاليه جدا. ده يوصلنا لايه؟ ان احنا يعني مفيش حاجه اسمها مستحيل. يعني لما نبدا نشتغل على حاجه نبدا ايه نظبطها. هجيب لكم الجد الاولاني اللي قبل اليمني اللي انا كنت مديله اليمني عشان كنت عايز اجيب شقلباز بلومي. ثواني خليكم معايا. اهم. تمام. الجد الكبير خالص اهو. بصوا عاملين ازاي؟ ده الجد. حمامية تبارك الله عليها يعني في لونها بصوا الجمال. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. تمام. ادينا له بتاع شقلبازيه طلع لنا النجم ده بالدبابير دي، وده الحفيد اهو كده. الحمد لله احنا زي ما تقولوا ثبتنا الباب او ثبتنا اللون. تمام. هنبدا بقى واحده واحده نشتغل معاهم لحد ما نجيب ساكسون او فرد حمام شقلباز يكون مظبوط ويكون ريتش وشراباته نفس شرابات الريتش، نفس شرابات الشقلباز اهو من اول وجديد. الجد، الابن، الحفيد. دي كده الايه كان الناتج عن السلاله دي. وواحده في واحده واحده في واحده هنبدا ان احنا ايه نظبطهم والايه ونأكل يعني ونبدا نشتغل عليهم جامد بحيث ان الشرابات بتاعتهم تبدا ان هي تبقى شقلبازيات يعني يبقى حمام جامد، ما يبقاش مثلا ان هو شكله باين عليه اي حاجه من الحاجات اللي هي بتاعت الحمام التاني ده. نخرج بينهم بقى خالص، ومع الوقت باذن الله هنصغر عظمهم وهنبدا نظبط فيهم، هنحسن فيهم شويه. بس هم عايزين برضك وقت لان الموضوع ده ما خدش معايا يوم ولا يومين، ده بقاله 2.5 ولا 3 سنين. تمام. فاحنا بنبدا نشتغل عليهم واحده واحده علشان نظبط اللون ونظبط المنظر بتاعهم والايه ونظبطهم. كده انت استفدت ايه من الحلقه النهارده؟ عايز مثلا ان انت تظبط حمامتين تظبطهم وتوقفهم،
انت بتعمل الحركه دي، بتجيب الحماميه اللي انت عايز تسحب منها اللون وتديها للسلاله نفسها. طلعت لك حمام مش على هواك، حمام مش على منظر، يعني حمام منظره مش عاجبك، ما تستسلمش. الحمام اللي منظره مش عاجبك ده لو طلع مثلا نتايه ضم، نتايه سودا، لو رديتها تاني لاهاليها هتكون هي حامله الدم، هتكون حامله الصفه الجين بتاعها. المهم انت بترجع تردها تاني، مش على ابوها بقى، على اخوها. لو رديتها على ابوها ترجع تكتسب صفه الحمام اليمني او الحمام البلومي. لا احنا عايزين نهرب من القصه دي خالص، احنا عايزينها ترجع تكتسب صفه الحمام الشقلباز. فهترجع تديها لاخوها، لما ترجع تديها لاخوها هيطلعوا لك مثلا سكه ايه، 6 زغاليل 7 8 زغاليل. انت هتستحسن، هتشوف انهي اللي شرابه طالع زي الشقلباز، وهتشوف انهي اللي لونه طالع عامل زي الشقلباز، وواحده مع واحده الدنيا هتبدا تتظبط معاك. لما تدي الاخوات اللي شبه بعض نفس اللي بعضهم، جين الشقلباز هيبدا ايه يكتسبوا تاني، تبقى انت سحبت اللون وظبطت الجين بتاع الشقلباز. وكل ما السلاله يعني ايه، كل مثلا النهارده انت ايه استحسنت منهم، خدت حمامتين طلعوا هما الاثنين ريتش، جوزتهم لبعض، جابوا عيالهم ريتش، عيالهم الريتش دول جابوا حمام حجمه صغير، جوزتوا انت لبعضه تاني عشان تصغر الحجم وتجيب حمامتين ريتش. وقت مع الوقت مع الوقت مع الوقت هتبدا انك انت تصغر الحجم بتاعهم خالص خالص، والدنيا معاك تبدا تتظبط، ويبقى معاك حمامتين شقلباظيات ريتش بأور عاملين زي مستوى الابيض او مستوى الاسود او الاصفر، ويكونوا شقلباظيات مظبوطين واقفين وقفه منصوبه تمام، ويكون الواناتهم فيهم الوانات الريتش. ده عشان لسه زغلول هيبدا ان هو يظبط بس واحده واحده تمام. دي كان النهارده ايه الموضوع بتاع التركيب بتاع الالوان. ولو في اي حد يعني واقف معاه حاجه برضو يتواصل معانا، وفي لون تاني احنا مركبينه هنعمله هما الاثنين في حلقه واحده، مش لازم نعمل حلقتين ثواني. اللي هو الرصاصي، في الحمام اللي هو اللي بيجي منه، في ناس بيسموه، انا عن نفسي بسميه رصاص، انا ما بفهمش في الانجليزي يعني. اهو ده احنا برضك شغالين عليه اهو ده تمام. دي النتايه الام، كانت دي العصب، وجابت لنا الولد ده اهو. اهو رصاصي، وجايبين زغلول برضو هنوريه لكم. يبقى انت كده شفت الام والابن، وهنجيب الحفيد نتفرج عليه. اهو الحفيد اهو، بس لسه الشراب، ما انا الشراب لسه هيطول يعني، لسه هنظبط فيه باذن الله. في ذكر عندي شراباته جامده ورصاصي برضه، هنبدا ندخله عليهم وهنبدا نظبط الالوانات بتاعتهم تمام. اهو بص بسم الله ما شاء الله، طالع ناعم ورصاصي، بس الشراب لسه عايزين نشتغل عليه. بسم الله ما شاء الله عليه، طالع حمايه جامده يعني، واحده مع واحده هنبدا نشتغل عليه. ويا جدعان برضه عايزين نتكلم، مش لازم ان انت تبقى ماسك فرد حمام معين وتقول انا معايا مثلا الابيض وده الاساس وده مش عايزين ندخل على الوان ثانيه. الدنيا بتتطور والعالم بيتطور، فلازم تكون مواكب الاحداث وتكون مواكب الايه الشغل اللي بيحصل. فكل فتره عن فتره لازم تطلع حاجه جديده، كل فتره لازم ايه ننتج حاجه جديده. مش لازم ان انت تفضل ماسك في الابيض، ومش ماسك لازم تفضل ماسك في الازرق والطحيني والكريمي والكلام ده والاسود والاصفر، لا، في كذا لون الواحد بيشتغل عليهم وهم دول المستقبل. كل الالوان اللي انتوا شايفينها دي شغاله وكل حاجه، هو ده الستاندر بتاعنا وهو ده الاساس، بس مفيش مشاكل انك انت تطلع الوان جديده وتعمل سوق جديد والحمام تظبطه ويبقى فيه فرجه جديده، يعني حتى يعني ايه يبقى فيه موضه، يبقى كل سنه يطلع حاجه. لو كل واحد فكر بالتفكير ده هتلاقي السوق يعني باستمرار شغال، مفيش حاجه فيه واقفه تمام. اهو اتفرج عليه كده، انا بصراحه دي تحفه، وشها ناعم، باذن الله تطلع نتايه نردها على الاب تاني اللي هو بشراب بقى كبير خالص اهو. بس يعني احنا كده اتكلمنا على الريتش
والرصاص الريتش لو اتظبط معاك وطلع حمامية ريتش زي الجد ورددها على ده، هيطلع حتة لون، هيبقى رصاصي مبروس اللي هو اللي فيه الضبابير الخضراء ده زي الصوافة، وهيبقى حمامية شكلها تحفة. بس هي عايزة شوية وقت، شوية وقت بس كده ودعواتكم وسموا الله، والدنيا بإذن الله هتتظبط على الآخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.